من واحنا صغيرين كلام كتير وقصص بنسمع عنها بتحصل في المقابر وعن الناس اللي عايشة هناك. يعيشون داخل القبور. مدينة الأموات هنخاف من ليه؟ ما احنا اتولدنا هنا. زي مدينة الأموات. اكبر مقبره. لما شاف الميتين جوه قد ايه في هذه المقبرة شفت المنظر حاجات أنت ما تتوقعهاش. انا رحت المقابر بالليل نسمع اصوات. الحيشان هنا طبعا جنبينا جثث جايه في حوادث وحاجات من دي. بس وسط كل الكلام ده كان لازم حد يحاول يعرف الحقيقة بنفسه. هل كل اللي بيتقال مجرد خوف وأوهام ولا فعلا في حاجات بتحصل محدش لقيتها تفسير؟ وعشان كده سيمبا أحاول أدخل المكان بنفسي وأعيش التجربة دي وهقابل ناس عاشوا عمرهم كله وسط المقابر وأعيش التجربة بنفسي وأسمع الحكايات ديت من أصحابها الأصليين. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت عشت فترة جنب المقابر؟ قعدت 6 شهور بالظبط. يعني أنت بيت وسط مقابر؟ يعني هم كانوا كام مثلا حوالي 5-6 عمارات كده وحواليهم المقابر وفي يعني أظن أنت أول يوم ليك بالنسبة لك ده كان يوم مرعب. هو اول يوم كان مرعب، بس الارعب كان بالليل شويه من الاصوات. اه يعني الاول كان في اصوات، دي كانت عادي، انت كده كده بتسمع بس فانت تمام، لكن لغايه لما شفت بقى اه بص، هو اول يوم الواحد برضو كان تعبان من الشيل والحط بتاع الشنط وبتاع، فكان عادي اول يوم لما تسمع صوت سويت فانت ممكن مثلا تقول ده مثلا من الجار اللي تحتيك، من العماره اللي جنبك، بس نفس الصوت، يعني هو نفس الست اللي بتصوت، نفس الراجل اللي بيزعق وبيتخانقوا، فاهم؟ بعد كده واحده واحده لقيت الصوت بيتكرر تقريبا يوميا في مواعيد مختلفه، بس هي المشكله ان المواعيد دي الدنيا بتبقى ساكته بزياده، يعني الدنيا بتبقى ساكته بزياده. ما جاش في دماغك ان يكون في حاجه غلط؟ يعني في الاول ما فكرتش كده، بس فكرت بقى لما شفت حد كان قاعد في المقابر بالليل. ايه بقى اللي انت شفته؟ بص، هو اللي انا شفته راجل غريب كده شويه، راجل من غير ملامح، لابس جلابيه لونها كحلي. طيب ما يمكن راجل عادي. بس هو جسم كبير، بس انا مش شايف له بقى ولا عينين ولا وش. بعد كده خلاص بقى قلت خلاص عادي، فاهم؟ ده واحد عايش هنا، وده خلاص بقى خلاني فاهم اللي هو ايه، ما قلقش شويه، بس قلقت اكتر بقى لما ركزت معاه اكتر. هو ده كان سبب كفيل ان انت تسيب المكان؟ لا، هو اللي خلاني اسيب المكان لما انا قررت في لحظه اللي انا ما ببصلهوش وابص للسما، ولقيته طالع معايا بنفس الوضع اللي هو فيه في السما، يعني زي ما انا واقف قاعد كده معاك وباصص لك، فانا سرحت عادي فعملت كده. هو طلع معايا كده فدي كانت لوحدها كفيله اللي انا ما اعرفش انام تاني، فاهم؟ مش فكره بقى اللي انا اقعد في المكان اصلا. بعد كده بقى سالت شويه جيران كده عايشين بقى في المكان ده من زمان، وعرفت بقى اللي ده اساسا واحد مدفون هنا، والقبر بتاعه كان فيه مشاكل كتير وبيتفتح كتير وبيطلع منه اصوات كتير وبيطلع منه حاجات كتيره قوي. اللي اتقال لي يعني اللي هو بيطمن عليك، بيشوف مين السكن الجديد اللي معاك. بعد كده بقى ايه، بعد ما عرفت بقى اللي هي فكره ان المقبره دي زي ما بيقولوا كده ايه، تربه خصبه اللي انت تعمل فيها عمل او ترمي فيها سحر او تعمل فيها حاجه، الموضوع ده لوحده ما يخلكش حتى فاهم تبقى قاعد مطمن حتى لو انت بعيد. سمعت عن ناس بتعمل اعمال هناك؟ انا شفت واحد نزل مقبره عشان يفك عمل، وهو اصلا شخصيا حصل له حاجه غريبه. حصل له ايه؟ وهو صاحبي هو مش هقول لك اتجنن، بس هو بقى عنده قوه خارقه شويه. موضوع القوة الخارقة ده اتكرر على لسان ناس كتير عايشين في المناطق اللي وسط المقابر. اهالي المناطق دي مؤمنين ان الشخص اللي بيتعرض للمس مش بيكون مريض او في مشكلة، لا، ده بعضهم بيعتقد ان الشخص ده ممكن تظهر عليه قدرات خارجة عن الطبيعي. في ناس بتحكي انها شافت بعينيها اشخاص بيتحركوا بشكل غير مفهوم او عندهم قوة جسمانية مبالغ فيها، وبيوصل الكلام احيانا لقصص عن ناس بتعدي من الحيطة او بتتحرك بسرعة مرعبة كأنها بتطير. وعشان ما نفضلش واقفين بين الحقيقة والكذب وبين حكايات ناس مقتنعة انها شافتها بعينها وناس تانية شايفة انهم بيتهيأ لهم وان ده كله اوهام، قررت ان انا اروح للمكان اللي حسن بيتكلم عنه بنفسي، اشوف الحقيقة بعيني واحاول افهم ايه اللي بيحصل هناك. اول حاجة لاحظتها ان فعلا البيوت لازقة في المقابر، الاتنين وسط بعض كأن الاموات جيران الاحياء، وبدأت ادور على سكان المنطقة هناك عشان احاول افهم واسمع منهم. مولود في البلد هنا، والدي جنب منك هنا في الطرف. ولا في حد مثلا اتدفن وطلع لسه ما ماتش؟ لا، ممكن يكون في حد عندنا اتدفن وكان واخد ميت بعد ما اتدفن الناس طلعته. وطبعا اول حد طلبت اقابله هو حارس المقابر. عبده، عايش ولا ميت؟ الاول عايز اعرف بس انت اسمك ايه؟ موجود هنا بقالك قد ايه؟ عبد الرحمن. موجود هنا بقالك قد ايه؟ بقالي بتاع 10 سنين يعني. وشغال في المكان دوت بقالك 10 سنين؟ كنت قبل كده شغال نفس الشغلانه برضو؟ لا، مش شغال نفس الشغلانه.
الشغلانه دي كانت جديده عليك. انت دلوقتي قلت لي ان انت موجود هنا بقالك 10 سنين. بالظبط. خلال ال10 سنين دول في اي حاجه غريبه حصلت؟ شفت اي حاجه غريبه؟ لا مش هينفع ان انت تحكي قدام حد من البلد. مش هقول مين. مش هنقول مين ولا هنحط الحاجه اللي انت مش عايزها. قول لي دخلت لقيت ايه اللي حصل من غير ما تقول مين، راجل؟ لقيت المكان فيه عنكبوت كتيره كده ومكان برضو الحيطان مش حلوه، مش بتحصل يعني، مش بشوفها خالص الحاجات دي. بالنسبه لاخواننا اللي بيشتغلوا في المقابر، حسب ما اتعلمنا وشوفنا من اللي قبلنا ومشايخنا، ان الناس دي بتبقى بسبب كثره الممارسه لدفن الاموات، بيلاحظوا ان الصالحين بيجدوا ريح طيبه في القبر، بيجدوا اتساع في القبر. كل دي تبقى نفحات على الشخص الصالح، وعلى العكس بيشوفوا برضو حاجات مش كويسه على الناس اللي هم غير صالحين. زي بالظبط كده اخواننا اللي بيشتغلوا في تغسيل الموتى، الناس الصالحين بنجد لهم ابتسامه على وجوههم، ابتسامه رقيقه، ريح طيبه، بنجد تيسير في الغسل، تيسير في الدفن. على العكس الناس اللي هم غير صالحين بنجد حاجات اخرى، يعني ترك الصلاه مثلا ممكن نجده قد اسود وجهه مثلا، يخرج منه ريح غير طيبه. الحاجات دي بتحدث، يبقى زي ما قلت لحضرتك الصالحين بيبقى لهم نفحات وكرامات من الله عز وجل. اللي هم بيبقوا عصاه او ماتوا على بعض افعال الكبائر او كده، بيظهر عليهم علامات غير طيبه. انت بتدفن؟ وهنا عم عبده قرر يفرجنا طريقه الدفن اللي هو بيدفن بيها. بس ده عشان هو ما حد يعني ما حطوش قفل عليها لسه يعني. ما حطوش ايه؟ ما حطوش عليها قفل عليها. دي مقبره بتاعت حد. بص كده بتعمل كده، بس بشقها على وضع ايه؟ كبير مش صغير. وسعها يعني. وبتجيب الرحمه تحطها على جنبها اليمين. الرحمه اللي هو الميت. بتحطه على جنبه اليمين. بتعمل له زي مسند صغير كده وبتنيمه. على الجنب اليمين. وبتفك له بقى الربيطه بتاعته وكده. بعدين بتحط التراب عليه. لا بتحاول ان انت تلم الرمل عليه كده عشان ما يميلش بقى ولا كده ولا كده، يبقى ايه على جنبه اليمين ثابت كده، ثابت على الجنب اليمين. وما بتغطوش برمله؟ لا بتسيبه مفتوح كده وتقفل عليه دي؟ بتقفل عليه دي وبتحبك عليها بقى عشان خاطر الريحه بعد اسبوع ولا حاجه. طيب دي بيتدفن فيها حد واحد بس؟ لا كل 6 شهور تدفن. لكن لو حد اتدفن فيها بعد 6 شهور نفتح ما نلاقيش حد جوه؟ لا تلاقي ايه بقى؟ بس تلاقي عظم. لو دلوقتي حد من اهله تاني مات وانت جاي تدفنه بتفتح تلاقي هيكل عظمي؟ واهل الناس بتشوف الهيكل ده عادي. يعني هو ممكن يبقى حد والده مات ويفتح مثلا بعد 6 شهور تكون امه ماتت يلاقي هيكل عظمي لابوه موجود؟ بجد؟ ده بيقعد بال50 سنه والهيكل العظمي ده موجود. يعني انا لمينا مثلا في تراب قديمه اللي هي بتاعت البلد ديت، لمينا منها عظم بقاله فتره جامده، بنلم عظم كده. انت برضو انا عارف انت مش شايفني ان انا ممكن اكون بتكلم في حاجه من وجهه نظري غريبه، بس دلوقتي تاني هقولها لك، هو دفن والدته وبعد 6 شهور والده مات، يفتح يدفن والده يلاقي والدته هيكل عظمي؟ من اكتر الحاجات اللي اخدت بالي منها ان الناس متعايشه مع الخوف هنا عادي جدا. مشاكلهم مش الخوف، مشاكلهم في حاجات تانية. الحياه هنا بالنسبه لك كعيشه وحياه الدنيا كويسه؟ ما فيش اي مشكله، حياه عادي مرفهه، ما عندكش اي مشاكل؟ اللي مزهقني الناس الوحشه مش الناس الحلوه. الناس الوحشه ازاي؟ يعني الناس اللي بتتردد على التراب مثلا، لو في مثلا انت متاخر يعني وقت الساعه 12 الساعه 1 ساعات تلاقي ناس بتخش التراب كده. بيعملوا ايه بقى؟ يعني ناس يشربوا كده يعني. بس اللي بيجي مثلا يعني بيبقى برضو دماغه مهويه شويه، مش يعني دماغه ايه مش مظبوطه يعني. بس بيدخل التربه بيجي يدخل مش مفيش مشكله بالنسبه له، بيقعد شويه بتاع ويمشي. هسألك حاجه ولو تعرف تساعدني ساعدني. تمام. هينفع ادخل التربه المفتوحه؟ انت جيبوا الاولانيه دي. انا دلوقتي عم شكري فين؟ انا داخل تربه والله بس وانا حي ان شاء الله، يعني ربنا يطول لي في عمري. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم بجد مش بأفور، الاحساس اللي انا حاسه اول ما دخلت غير اي احساس حسيته في حياتي.
احساس دلوقتي هي حسسني، بس عشان اول مره. انا حسيت ان اللي هو انا اصلا انا عايش ليه، يعني في يوم من الايام انا هبقى موجود هنا. بص انا ايدي بتعمل ازاي. مش خوف والله، بس هو بس هي رهبه الموضوع. رهبه لازم كل حاجه بتبقى لها رهبه كده. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ده عامل زي الاوضه اللي انت يعني طول ما بالنسبه لك زي الاوضه، بالنسبه لك زي الاوضه، بالنسبه لي انا دلوقتي حاسس احساس مرعب. ففكره ان انا دلوقتي قاعد وفي ناس ميته ورايا، التراب دي فيها ناس مدفونه، ديت في رهبه جوايا، انت فاهم. انا عارف ان الكلام ده انت مش حاسس بيه، صح؟ الكلام ده انت اتعودت عليه وانت متعود عليه وانت متعود عليه، انتوا كلكم مولودين هنا عادي. لكن انا عايز اوصل لك وجهه نظر الناس يعني كلها. التراب حاجه عاديه بالنسبه لنا لان هي في قلب البلد. بالظبط، انتوا في قلب التراب. انا بقى في حد قال لي ان في ناس بتبقى ساكنه جوه ده، بتفتح ده وتقعد فيه. بنشوف حاجات مرعبه، يعني نتحدى اي حد يجي يعيش هنا ساعه واحده. شياطين وبني ادمين وكل حاجه، كل اللي تتخيله في الارض. احنا بنعيش في رعب والله. هل اصلا في علاقه شرعيه بين المقابر والناس اللي بتقول ان هي بتشوف هناك ظواهر غريبه او جن او كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو أولا ما فيش أحاديث صحيحة ربطت بين وجود الجن بالمقابر، لكن الناس العادية أو الناس العوام بيربطوا فعلا بين الأماكن دي، بيقولوا إن الجن زي ما ورد في بعض الآثار إن الجن بتسكن الأماكن المهجورة وبتسكن البحار. فالناس ربطت هذا الأمر، بيقولوا إحنا بنروح المقابر بنشوف حاجات غريبة. فهو أصلا يعني غير مستحب زيارة المقابر في أوقات الليل. الدنيا بدأت تبقى بالليل والوضع بقى حاجة تانية خالص، بقى بالليل دنيا تانية. أغلب القصص الغريبة اللي سمعناها عن المقابر كانت بتحصل بالليل. ناس بتحكي عن أصوات، خيالات، أو إحساس غريب ملوش تفسير، والرابط الوحيد بين كل الحكايات دي دايما كان بالليل. الليل دايما كان حاضر في كل الحكايات دي، يمكن عشان بالليل بتحس إن في حاجات مستخبية عن عينك طول النهار، وإنك مهما كنت واقف لوحدك فأنت برضه حاسس إنك مش لوحدك. أنا فعلا مش لوحدي، مش عارف ده مجرد إحساس ولا دي حقيقة ولا دي رهبة الموقف ولا إيه. بس من أول الفلوج لآخره كل شوية أكتر حاجة بتيجي في دماغي إزاي في حد بينام ويصحى وياكل ويعيش وفي جنبه ناس ميتة. حسن كمان ما اكتفاش بكل اللي هو قاله لي ده، قفل معايا اليوم بقصة من أغرب القصص اللي سمعتها في حياتي. إيه بقى؟ بص، هي ابتدت من مثلا بعد شهرين من وانا في العماره. الناس اللي في العماره ابتدوا يسالوا مين اللي موجود ساكن جديد وبتاع، فانا كنت بتعرف عليهم. فمن اللي انا بقى لسه قاعد معاكم فتره، فانتوا عايزين تعرفوا مين ده وانا اعرف مين ده. فدخلت بيت بسيط جدا مكون من ست ام محترمه وولدين، ولد كبير وشاب صغير. قعدت معاهم وسلمت عليهم وتعرفت بيهم وبشرب الشاي بتاعي عادي ضيف. فاللي كان قاعد معايا الشاب ووالدته، فاخوهم الكبير ده، اخوه الكبير ده طلع من الاوضه سلم عليا، ملامحه مريبه شويه، يعني هو مبرق مكشر مش مظبوط. تمام، طلع من الاوضه ودخل الاوضه الثانيه، فتمام. بعد كده لقيته فتح باب الاوضه اللي هو طلع يعني اللي هو طلع منها، مش اللي هو دخل فيها، وراح طالع بيسلم عليا بنفس كاني اول مره اشوفه او هو اول مره يشوفني، وراح داخل نفس الاوضه تاني. فانا ما ركزتش، عادي ممكن يكون فاهم اخوه مثلا، او انا ما خدتش بالي هو دخل من انهي اوضه او طلع من انهي اوضه. بس فكره نظرته ليا وهو بيسلم عليا دي كانت كلها رعب. هو راجل مبرق في وشك، فاهم، وهو كان اغمق مني بشويه، فكان الموضوع بقى ايه مرعب شويه. فعادي قلت عادي، موقف بسيط وعدى وتمام. لغايه لما امه قالت له حاجه غريبه جدا، قالت له بلاش اللي انت بتعمله ده، احنا عندنا ضيف. فالصراحه انا عارف انت لما جسمك ياكلك سيكه كده اشعر، فانا ما فهمتش. وطبعا مش هعلق، يعني انا الناس عندهم في البيت هقول لهم ايه. فهو حتى استقبل كلامها بطريقه غريبه قوي، هو ما ردش عليها، هو ابتسم كده اللي هو فاهم، هو ابتسم بطريقه اللي هو ليه يعني انت ليه، انا عملت لكش حاجه. فقعد مبتسم فتره كده، راح دخل نفس الاوضه اللي دخل فيها برضه، وعادي واحنا قاعدين بنتكلم وبتاع واحوال الدنيا وانا شغال في ايه، كنت بدرس في ايه، وعادي بنتكلم بنتعرف. فالشباك اللي ورايا على الشارع، يعني الشباك اللي في ظهري، انا قاعد في الصالون عندهم او في الانتريه،
الشباك اللي في ظهري ده الشارع، عشان يعني هي لو نفس ترتيب الشقق كلها، هي لا هو ده شارع، ده مش منور حتى مثلا، لا ده شارع. يعني انت بره شارع مفيش حاجه تقف عليها حتى. انا حسيت بحاجه ورايا فاهم، مفيش مجال حتى اللي انت فاهم تقف على حاجه، بس انا حاسس ان في راس، في حاجه ورايا، في حاجه ورايا. فانا ببص من الشباك بتلقائيه عادي، لما تحس ان في حاجه وراك فبتعمل كده، لقيته نفس التبريئه بنفس المنظر بنفس الوش بالابتسامه. انا بص يعني انا فين؟ في الشباك اللي على الشارع، بره؟ اللي على الشارع. هو بره؟ هو بره. هو عارف انت لما حد يخش براسه كده في حته وهو شباك بس، هو ده اللي حصل بالظبط. انا قعدت 10 دقايق انا جسمي مش مالكم. انت بتتكلم بجد؟ انا بتكلم بجد، ده يعني الناس دي موجوده. وسط كل اللي شفته ده اكيد سألت نفسك ايه الفايدة من كل ده؟ طب بلاش فايدة، ايه اصلا اللي يخوف؟ الخوف مش من المكان ولا من الاحداث اللي في المكان، يمكن الخوف الحقيقي من اللي جوانا واحنا بنواجه فكرة الموت واللي بعد الموت، وعن هيكون ايه وضعنا جوه القبر. والاغرب ان كل واحد مر بتجربة من دي في اماكن من دي كان عنده نفس الاحساس تقريبا. فكرت ان انت تدخل المقبرة من المقابر دي؟ يعني انا دخلتها مره بس كان قبل الاحداث دي ما كانت بتحصل. اول ما رجلي لمست اول سلمه روحك كانها بتطلع من مكانها. يعني انت رغم الزعل اللي انت فيه من كان متوفي، بس انت تحت في حاجه غلط، في الدنيا ضلمه. يعني مش هقول لك مقفول عليك صندوق، بس انت حرفيا انت تحت الارض. انت اول سلمه الموضوع بيبقى مختلف، وكل ما بتنزل تحت اكتر، لو هي مثلا 3-4 سلالم فانت 3-4 مرات روحك بتطلع فيها. لو في حد بيتفرج علينا النهارده، ايه رسالة واحدة بس توجهها له تخليه ان هو يلتفت لاخرته بدل ما هو ملتفت بس لدنيته؟ قال أحد الصالحين: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة علمها القناعة، تزود من التقوى فإنك راحل، وسارع إلى الخيرات في من يسارع، ما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. يجب على كل مسلم منا أن يعلم أنه سيأتي عليه يوم سيدفن في القبر، سيكون وحيدا، سيتركه الأهل والأقارب والأحباب، كل شيء في الدنيا هيتخلى عنك إلا العمل الصالح. فيجب إحنا نستعد لهذه اللحظة، لحظة فراق الدنيا والإقبال على الآخرة، ونعلم أن عملنا الصالح هو ما سينفعنا في القبر وسينفعنا في الآخرة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت بايدك ان انت ترجع في الزمن، هتيجي تختار ان انت تيجي هنا تاني وتعمل اللي انت بتعمله دلوقتي، ولا حاسس ان ده كان قرار غلط؟ لا، هتيجي تعمل نفس اللي انت بتعمله. انت مبسوط؟ لان الحاجه الوحيده اللي هي عظه واخر عظه للبني ادم هي القبور دي، اخر عظه للبني ادم. كل ما تعسم القبور دي تبقى خلاص ما فيش عظه بالنسبه له خالص. من بعد التجربه ديت بقى حاسس ان انت نفس الشخص؟ بس لا، مش انا نفس الشخص اللي كان موجود قبل كده. في حاجات كتيره قوي اختلفت. قيمه الحياه، انت ليه واخد يعني انت ليه الحياه دي اصلا ليه معموله؟ عشان تتعبد تعمل فيها حاجه كويسه. يعني كده يعني بص، فكره ان انت تنزلها وانت عايش دي تعرفك معنى قد ايه الحياه دي. لازم تمسك فيها بايديك واسنانك، مش تمسك فيها اللي انت تبقاش عايز تموت، لا تمسك فيها اللي انت تتعبد من ربنا، تقرب من ربنا اكتر، تحقق اللي انت نفسك فيه فعلا، فاهم؟ بس في الصح مش في الغلط، عشان انت لما تنزل تحت هتبقى خلاص، تبقى كده خلصت، باي باي، فاهم؟ مفيش حاجه بقى تعملها تاني. طول عمري فاكر ان الدنيا طويله وان لسه في وقت، بس بعد اللي شفته وعشته وحسيته النهارده عرفت قد ايه احنا صغيرين، قد ايه الانسان ممكن يكون بيجري طول عمره ورا حاجات وفي الاخر يسيبها كلها ويمشي لوحده. في الاماكن دي فهمت ان الموت مش قصه بنسمعها، الموت حقيقه مستنيينها كلنا. والقبر مش بيسأل انت كنت مشهور قد ايه، ولا معاك فلوس كام، ولا الناس كانت شايفاك ازاي. القبر مكان مفيش فيه غير عملك. واصعب احساس حسيت بيه لما دخلت القبر، حسيت ان محدش هينفعني ساعتها، ولا اصحاب ولا اهل ولا حب ولا اي حاجه من الدنيا دي. الوحيد اللي هيفضل معايا هو اللي عملته وانا عايش. وبما ان سيمبا بيحاول، فمن النهارده سيمبا هيحاول اتغير. يعني مش هبقى شخص كامل، لا، سيمبا هيحاول يبقى اهدى، انضف، اقرب لربنا. هحاول يبطل يضيع عمره في حاجات ملهاش معنى. هحاول يفتكر ان الحياه دي امتحان، وان كل يوم بيعدي فرصه اخيره ممكن ما ترجعش. وانت كمان مش لازم يعني تبقى ملاك من يوم وليله، بس حاول تصلح حاجه جواك، حاول تقرب من ربنا خطوه، حاول تبقى احسن، اصدق، اهدى. يمكن المحاوله دي تكون سبب نجاه لينا كلنا. الدنيا اقصر بكتير مما كنا متخيلين.